السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا مساء الهنا يا مساء السعادة على قلوبكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل كده النهاردة وصفة سهلة وبسيطة كده وتدفينا في الشتاء. طبعا البليلة الراعي الرسمي كده للشتاء، جميل في الشتاء طبعا، جميلة جدا، تنفع وجبة عشاء أو فطار، جميلة جدا ولذيذة ومغذية. هنا كده يا بنات أنا جبتها نقعتها يوم من أوله وسلقتها بالشكل ده كده معاه. هنا دي كده مكسرات، تبع أي نوع مكسرات عندِك، وجبت فانيليا، طبعًا لسه هاحمّص المكسرات دي يا بنات في سمنة بلدي كده، تدّي طعم بقى وريحة مش عايزة أقول لكم بجد بتبقى جميلة جدًا. سلقتها معايا يا بنات بالشكل ده كده، وطبعًا سكر هانزل عليها باللبن بالشكل ده كده حسب الكمية اللي أنتِ هتعمليها طبعًا، أنا كنت سالقة نُص كيلو، أخدت جزء وعِنت جزء في الفريزر، لإنها طبعًا بتبقى جميلة جدًا ومغذية، باعملها على طول. يالّا يا بنات يا ريت تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، يا ريت تدعموني يا بنات وتقولوا لأصحابكم. ما اتحرمش منكم أبدًا من كومنتاتكم الجميلة، وأهلًا وسهلًا بحبايبي اللي نوروني وشرفوني. كده أنا نزلت بالسكر على البليلة، هابدأ بقى أرفعها على النار بعد ما أحط الفانيليا وأقلبها كده، طبعًا السكر تبع ما أنتِ عايزة طبعًا، أنا عاملة الكمية دي كده على قدنا. هنا بقى المكسرات دي يا بنات أنا هاشوحها في مقلعة سمنة بلدي، أحمّر جوز الهند ده كده خالص كده وأشوح المكسرات برضه معاه، هنشوفها كده مع بعض دلوقتي. ده كده أنا رفعتها على النار. يالّا يا قمرايا لو أنتِ معايا لغاية دلوقتي في الفيديو لازم تعملي لايك واشتراك وتفعّلي زر الجرس. هانزل كده يا بنات بمقلعة سمنة بلدي، مش عايزة أقول لكم بتدّي طعم وريحة بتجيب آخر الدنيا، كانت جميلة جدًا وروعة. هانزل بالمكسرات كده أدّي لها تحميصة شوية، تحميصة بسيطة كده مع السمنة. طبعًا المكسرات حسب ما أنتِ عايزة، في بيحبها مكسرات، في بيحبها من غير مكسرات. كده يا بنات أنا اديتها غلوتين 3 على النار باللبن والسكر والفانيليا بالشكل ده كده. هابدأ بقى أحطها في الكيسات بالشكل ده كده. يالّا قومي كده دفّي البيت كده واتعشي كده وبتاع، أنا متدفية تحت البطانية، جميلة جدًا. أنا كنت عاملاها للعشا، أخدت طبعًا كيس كان طعمه جميل جدًا. كده أنا مليت الكاسات بالشكل ده كده يا بنات. يالّا قومي اتشجعي كده ودفّي دفّي نفسِك كده ودفّي البيت ودفّي حبايبِك. بالشكل ده كده أنزل بقى بالمكسرات بالشكل ده كده، طبعًا لو عايزة أدوّبها فيها ما فيش مشاكل، طبعًا عايزة أقول لكم الطريقة دي يا بنات زي طريقة ماما، حبيبة قلبي ربنا يخلّيها لي يا رب. يالّا عايزاكم ترفعوا الفيديو ده كده عشان خاطر ماما، ربنا يخلّيها لي وما تحرمش منها أبدًا يا رب ويبارك لي في عمرها. هي بتعملها لي بالطريقة دي كده وأنا اتعلمتها منها، وعايزة أقول لكم إنها طريقة جميلة ومبسطة جدًا وتحفة جدًا وروعة. يالّا قومي جرّبوها كده وقولي لي رأيِك في الكومنتات، ويا ريت تعملوا لي لايك كتير يا بنات وتشجعوني وتدعموني. كده يا بنات بقت الشكل النهائي معايا بقى للبليلة بالشكل ده كده. يالّا تعالوا اتفضلوا معايا يا بنات، جرّبوها هتعجبكم جدًا. يا ريت الفيديو يكون عجبكم، يا ريت أكون خفيفة على قلبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.